سنة 1988 اجتمع 8 أشخاص في غرفة مقفولة وكانوا بيناقشوا خطة البيزنس الجاي بتاعهم. الفكرة إن عايزين نعمل مشروع يدير استثمارات الناس في البورصة ويخليهم بشكل أو بآخر يتحكموا في الشركات ديت من الأصول اللي بيجمعوها من الناس المشتركين في الشركة بتاعتهم. وكان هدفهم المعلن إن يحطوا العملاء في أولوياتهم وأقنعوهم إنهم هيديروا الأصول بتاعتهم في البورصة أحسن منهم. عشان تبقوا عارفين، في البورصة أنت لازم تتعامل مع شركة اللي بتدير لك الأموال، هي اللي بتشتري لك الأسهم وهي اللي بتبيعها لك، وكل شركة ليها خطة في إدارة الأموال الخاصة بيه، وانت ممكن تديهم الصلاحية في امتى يشتروا وامتى يبيعوا عشان يزودوا أرباحك قدر الإمكان. وأفضل شركة في العالم لإدارة الأموال هي بلاك روك، والسبب الحقيقي في القوة العظيمة لبلاك روك هو نظام الذكاء الصناعي بتاعهم واللي اسمه علاء الدين. ولو متخيلين إن الذكاء الصناعي دوت بدأ يشتغل في آخر سنتين زي بقية أنظمة الذكاء الصناعي اللي موجودة في العالم، بحب أقول لك إن علاء الدين بدأ يشتغل سنة 1994. شركة بلاك روك سبق العالم كله اقتصادياً على الأقل 20 سنة. فلو بصينا على القيمة السوقية بتاعت أغنى 5 شركات في العالم، هتكون في المرتبة الأولى مايكروسوفت بحوالي 3 تريليون دولار، ورقم 2 أبل بحوالي 2.9 تريليون دولار، بعد كده انفيديا ب 2.7 تريليون دولار، وألفابت اللي بتملك جوجل ويوتيوب بقيمة سوقية حوالي 2.1 تريليون دولار، ويليهم أرامكو السعودية اللي بقيمة سوقية حوالي 1.8 تريليون دولار. لكن قيمة الأصول اللي بتتحكم فيها بلاك روك عدت 10.5 تريليون دولار، وده معناه إن قيمة الأموال اللي بتتحكم فيها بلاك روك يساوي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وده يورينا قد إيه الشركة دي ممكن تتحكم في اقتصاد العالم وقرارات القادة. والخطر موقفش لحد هنا، ممكن تحرك السياسات العالمية بمجرد امتلاكها للشركات. فمن الخارج ممكن بلاك روك تبان على إنها مجرد شركة لإدارة الأموال، لكن من الداخل بلاك روك بتتحكم في العالم. والمرعب إن الشركة ديت بدأت من أقل من 40 سنة، والشخص اللي متحكم في إمبراطورية الأموال دي هو لاري فينج. النهاردة هنحكي قصة لاري فينج بالتفصيل والشركة بتاعته بلاك روك والذكاء الصناعي علاء الدين، عشان القصة أكبر بكتير من اللي موجودة في العالم، لأن القصة وراها حكاية. Over the past few weeks, many Americans have felt anxiety about their finances and their future. I understand their worry and their frustration. We've seen triple-digit swings in the stock market. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse. BlackRock shares rising after beating expectations for the first quarter. The company's assets under management also climbing to a record $10.47 trillion. BlackRock's Larry Fink live in studio. We're talking market bubbles. Where does he see them? How he's guiding his team. هنبدأ القصة يوم 2 نوفمبر 1952. اتولد لاري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. عيلته كانت من الطبقة المتوسطة، والده كان عنده محل بيبيع الأحذية ووالدته كانت مدرسة. حياتهم كانت بسيطة ومستقرة، إلا إن لاري كان عنده طموح أكبر من كده بكتير، وده اللي خلاه يدخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية في جامعة UCLA على أمل إن في يوم من الأيام يبقى شغال في السلك الدبلوماسي. لكن خطته اتغيرت بسرعة لما أخذ ماجستير إدارة الأعمال من نفس الجامعة، وفي أقل من سنة نقل حياته لنيويورك عشان يشتغل في وول ستريت. وأول ما وصل على نيويورك بدأ يقدم في بنوك كتير، لكن للأسف ولا بنك منهم عينه، فقرر يشتغل في شركة اسمها فيرست بوستن. شركة فيرست بوستن في الأساس بتشتغل على السندات، ولأن لاري فينج كان مولع بالسندات العقارية قرر يتخصص في السندات المدعومة بالرهانات العقارية، وفي فترة قليلة أثبت نجاح مبهر. نجاح خلاه في أول سنة ليه في الشركة يدخل أرباح بحوالي $1 مليار، وده رقم عمر ما حد حديث التعيين في أي شركة في وول ستريت قدر يدخله في أول سنة. فده خلى كل العيون تتجه حوالين لاري فينج إنه هيكون ليه مستقبل باهر في وول ستريت. والنجاح المبهر للاري خلاه يكون أول مدير إداري في تاريخ فيرست بوستن قبل ما يتم 32 سنة، ده غير إنه كان عضو في مجلس إدارة الشركة. ورغم النجاح الكبير للاري في الفترة دي، إلا إنه كان دايما مركز على النمو السريع وما كانش بيحضر نفسه لإدارة المخاطر. والمفاجأة لما سنة 1996 انخفضت الفايدة في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غريبة وسريعة، وده اللي خلى مكتب لاري فينج يخسر $100 مليون في أيام قليلة، ببساطة لأنه ما كانش متحوط من المخاطر. وده اللي خلى سطوع لاري كينج في وول ستريت يطفي بسرعة لما كل الشركات أخدت بالها إن لاري كينج من النوع اللي في أول أزمة بسيطة هيخسر كل أمواله. وده اللي خلاه سنة 1988 يقدم استقالته من شركة فيرست بوستن. وبعد استقالة لاري بأيام عمل الاجتماع اللي أشرنا ليه في بداية الحلقة، دور على أقوى وأنبغ العقول اللي عملها من علاقاته في وول ستريت وعرض عليهم إن يعملوا شركة مع بعض.
وبالفعل أسسوا مع بعض شركة بلاك روك. الشركة كانت هتعتمد في الأساس على مصلحة العملاء، إزاي نطور فلوسهم بشكل سريع وبأقل مخاطر ممكنة. لاري كان اتعلم من الأزمة اللي حصلت له لما ما قدرش المخاطر بتاعته كويس، وإن أول ما حصل أزمة خسر جزء كبير من فلوسه، فده خلاه يستعين باتنين من شركائه في الشركة، وهما بين جولوب وتشارلي هالك. الاتنين طوروا مع بعض طريقة للتحوط من المخاطر بالاعتماد على التكنولوجيا الحاسوبية الجديدة. كانت بتقدر تتنبأ بمخاطر الاستثمار بطريقة مبهرة. الفكرة دي كانت فكرة ثورية وقتها، وده اللي قلل بكتير المخاطر الاستثمارية اللي ممكن تدخلها بلاك روك، وهتكون أول سلمة في التطور السريع اللي بيحصل للشركة. بكل بساطة بلاك روك عمرها ما هتخسر، واللي هيستثمر في بلاك روك هيبقى عنده أأمن استثمار بأعلى فايدة. والتكنولوجيا ديت كان اسمها Asset Liability Debt and Derivative Investment Network. اسم كان طويل وصعب، وقرروا تغيير اسم التكنولوجيا لتكنولوجيا علاء الدين أو ألادن. هو واحد من أول أشكال الذكاء الصناعي في العالم، وهو السبب في ثورة كبيرة جدا في أسواق المال في العالم كله. وبكل بساطة علاء الدين بيجمع البيانات من كل الأسواق والشركات والأصول المحلية والعالمية، وبيستخدم التعلم الآلي عشان يقدر يتوقع حركة المال هتبقى عاملة إزاي في الفترة القريبة، وده بيساعده على تنفيذ أكتر من 250 ألف صفقة يومياً. الصفقات ديت أغلبها بيحصل في أجزاء من الثانية، إحنا بنتكلم في عشرات ومئات الصفقات بتحصل كل ثانية. وده اللي خلى علاء الدين هو الذكاء الصناعي اللي متحكم في حركة المال، مش بس في بلاك روك بل في وول ستريت كلها. كل ده خلى علاء الدين هو الجن اللي لاري فينج كان بيحلم بيه، الجن اللي قدر يطور شركة بلاك روك تطور كبير جدا، لدرجة إن في أقل من 6 سنين كانت محفظة الأصول اللي بتديرها بلاك روك بتساوي أكتر من 23 مليار دولار، وده يعتبر تطور كبير جدا بالنسبة لشركة لسه صغيرة. وده اللي خلى لاري فينج يشوف إن بعد سنين قليلة إن شركة بلاك روك كبرت قوي، وإن الخطوة الجاية هي دخولها في البورصة الأمريكية. في الفترة دي كانت قيمة الأصول اللي بلاك روك بتتحكم فيها أكتر من 150 مليار دولار، لكن ده ما يمنعش إن الاقتصاد الأمريكي كان داخل على أزمتين كبار جدا، أزمتين هيغيروا سياسة الاقتصاد الأمريكي للأبد. Really, you're seeing just broad-based declines across all of the major technology sectors. Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%, Research in Motion 10%. I'd like to go through these in case some of you are actually listening on the radio right now so you get a feel of really where the kind of selling we're hearing about now. Google 7%, Intel is weak. Oil down more than $4. Traders here working the phone say a lot of their customers are freaked out, waiting to see how low the Dow will go. They're focused on the Dow, not so focused on OPEC. Yes, OPEC did cut production by 1.5 million. الأزمة الأولى كانت أزمة الدوت كوم، ودي الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في بداية الألفينات. والأزمة دي من اسمها دوت كوم باين إن هي أزمة ضربت شركات التكنولوجيا اللي كانت بتكبر بسرعة جدا في وول ستريت في الوقت ده. الفقاعة اللي حصلت من الاستثمارات التكنولوجيا الكبيرة انفجرت في وجه المستثمرين في بداية الألفينات، وده خلى جزء كبير من المستثمرين يحاولوا يهربوا بأموالهم بأي طريقة عشان يقللوا خسائرهم قدر الإمكان. الأزمة دي دمرت شركات كتير لإدارة الأصول المالية بسبب إنهم غلطوا غلطة لاري فينج اللي عملها زمان، وهو عدم التحوط. لكن المرة دي لاري فينج وشركة بلاك روك كان عندهم سياسة جامدة جدا إن إزاي نعدي بأي مخاطر، وبفضل إنهم قدروا يتنبؤوا بأزمة الدوت كوم قدروا يعدوا من الأزمة ديت بسلام. مش بس كده، ده قدروا كمان يستحوذوا على شركات كتير لإدارة الأصول المالية في أمريكا وقتها. على رأس الشركات ديت كانت شركة ميريل لينش. الاستحواذ دوت حول بلاك روك لأكبر شركة لإدارة الأصول المالية في العالم وقتها. الصفقة اللي تمت ما بين ميريل لينش وبلاك روك كانت بقيمة 9.7 مليار دولار، وبعد استحواذ بلاك روك على الأصول اللي بتديرها شركة ميريل لينش أصبحت بلاك روك بتدير أموال بقيمة تريليون دولار. مش بس كده، ده كمان بلاك روك استحوذت على شركة المستثمرين الدوليين الخاصة ببنك بيركليز. الصفقة قيمتها كانت 13.5 مليار دولار. في اللحظة دي كانت شركة بلاك روك عملاق دولي محدش يقدر يستهين بيه. لكن أكبر مكسب حصل لبلاك روك في الفترة دي ما كانش بسبب الاستحواذ على شركة معينة، بل كانت بسبب أزمة 2008 الاقتصادية. The news from Wall Street has shaken the American people's faith in our economy. The situation with Lehman Brothers and other financial institutions is the latest in a wave of crises that have generated
enormous uncertainty. For that historic 5-day rally, the biggest since 1933, well, it ran into a bear today, and in one big bite, more than half of those gains were gone. Wall Street is clearly worried. The Dow plunged nearly 680 points today, or 7.7%. We are in the most serious financial crisis in generations. ولأن بلاك روك كانت دايما بتجهز للأزمات، خلاهم لما حصلت الأزمة الاقتصادية بتاعت سنة 2008 خلى أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم وقتها تتجه إلى بلاك روك وعلاء الدين عشان ينقذوهم. على رأس الكيانات ديت جي بي مورجان وبنك اوف أمريكا، ده غير البنك الفيدرالي الأمريكي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية. كل دول شافوا إن الوحيد اللي يقدر ينقذهم من الأزمة الحالية هو بلاك روك. في اللحظة دي تحولت بلاك روك للكيان الاقتصادي اللي بيتحكم في سياسات الدول، وده خلى بلاك روك تدي القرارات للكيانات الاقتصادية الكبيرة تبيع ايه وتحتفظ بايه عشان تعدي من الأزمة. ولما الفيدرالي الأمريكي طبع أكتر من 2 تريليون دولار اداهم لبلاك روك عشان هي اللي تعدي بالاقتصاد الأمريكي الأزمة. فبدأت بلاك روك تحط أغلب الفلوس ديت لسندات تمويل الرهن العقاري عشان تحل أزمة الرهن العقاري بتاعت 2008. لكن قبل ما بلاك روك تضخ الفلوس ديت للبنوك وشركات الرهن العقاري، فبدأت بلاك روك تشتري جزء كبير من البنوك وشركات الرهن العقاري اللي داخل الأزمة، لأنها كانت عارفة إن ال2 تريليون دولار اللي أخدتهم من الفيدرالي الأمريكي هتوجههم ناحية البنوك وشركات الرهن العقاري، وده خلى بلاك روك تحقق أرباح مرعبة في الفترة دي. الخطوة دي خلت بلاك روك تسيطر على حوالي 40% من الاستثمارات في أصول صناديق المؤشرات اللي بيرمز ليها ب ETF، كل ده بسبب الذكاء الصناعي الخاص بيهم علاء الدين. لكن لو هنيجي نبص على تاني وتالت أكتر شركة بيستثمروا في الETFs، فهنلاقي الشركات ديت هي فانجارد بحصة حوالي 20% وشركة ستيت ستريت بحوالي 13%. لكن المفاجأة لما نعرف إن فانجارد وستيت ستريت بيعتمدوا بشكل مباشر على تكنولوجيا علاء الدين في الاستثمار في الETFs، التكنولوجيا اللي طورتها بلاك روك. وده خلى تكنولوجيا علاء الدين بتسيطر على أصول بقيمة ربع الإنتاج المحلي العالمي في سنة 2022. فلو كنت بتسأل في يوم من الأيام مين اللي بيتحكم في العالم، فكر دايما مين اللي بيتحكم في الفلوس. ولو مش مصدقني بص على أكبر الشركات في العالم. بلاك روك بتمتلك حصة كبيرة من شركة ألفابت المالكة لجوجل ويوتيوب، ده غير إن بتمتلك حصة كبيرة جدا من شركات كتير زي أمازون، جي بي مورجان، مايكروسوفت وغيرها من الشركات. ولو لسه مش مقتنعين خلينا أوريكم صورة. في الفترة الرئاسية بتاعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان معروف دايما إنه حاد مع كل اللي بيقابلهم إلا شخص واحد بس، لاري فينج. وده يورينا قد إيه سيطرة لاري فينج على الاقتصاد الأمريكي. ممكن يكون لاري فينج مش أغنى شخص في العالم دلوقتي، بل إن حتى ثروته الشخصية ما تخليهوش من أغنى 10 أشخاص في العالم، لكن الراجل ده مسيطر على الاقتصاد العالمي. طبعا مش محتاج أقول لكم على السياسات الاقتصادية اللي تبعتها بلاك روك لمساعدة الحكومة الأمريكية من الخروج من أزمة فيروس كورونا، الأزمة اللي أنقذت أمريكا في الوقت الحالي لكن مدمرة دول العالم كله ومسببة أزمات اقتصادية في دول كتير في العالم. لكن زي ما حصل في اجتماع لاري فينج سنة 1988، احنا مش هيفرق معانا يحصل ايه في العالم، أهم حاجة نخلي المستثمر بتاعنا يحصل على أكبر نسبة أرباح حتى لو كانت العواقب مدمرة للآخرين. لو عجبكم الفيديو أتمنى تشتركوا عشان تشوفوا فيديوهاتنا الجاية، وادخلوا على القناة وشوفوا فيديوهاتنا القديمة، وافتكروا دايما إن القصة وراها حكاية.